السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير، احوالكم واموركم مزيانه ان شاء الله. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو كنبغي نشكركم كاملين على التفاعل ديالكم مع الفيديو الاخير اللي حطيت لكم على تنظيم تحت حوض المطبخ. شكرا لكم بزاف. والبنات اللي دخلوا عندنا جدادات كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، نورتوا القناه. هنا هي البنات، هذه هي الغرفه ديال الاطفال، فيها بلاكار كبير، فيها بالكون كما كتشوفوا معايا. هاد الجهه كنت باغا ندير لهم ناموسيه فوق ناموسيه، ولكن ما كتبش، ما بغاوش. واضطريت انني ندير لهم وحده في جهه والاخرى في جهه، حيتاش كما كتشوفوا معايا في هاد الحيط اللي على اليمين خارجه فيها بوطو كما الغرفه ديال الكلاس. الا رجعتوا الجوله اللي درت لكم في السيجور نفس المشكل كان عندي، انني نقطع لي فوتوي. ولكن هنايا البنات غتشوفوا انه الديفو هاد الديفو هذا ماشي شي حاجه. ملي غنفرشها وغتشوفوا معايا الشكل النهائي ما غيبانش هاد المشكل هذا. صافي البنات، هذا هو البالكون كما كتشوفوا معايا، واخا صغير شويه في العرض ولكن عنده الطول طويل. وهذه هي الاطلاله البنات، باقي الاشغال كما كتشوفوا معايا. وهذا الفيديو هذا راه تصور قبل ما ندير لكم الجوله في السيجور البنات. الا لاحظتوا انه هنايا هاد ليكول هذه راه باقي ما تصبغاتش. فوالا هادشي اللي كاين. غندير لكم غير لقطات على تنظيفها البنات باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. صراحه البيت صغيره شويه، داكشي علاش كنت باغا ندير لهم ناموسيه فوق ناموسيه باش تبقى عندي مساحه فين نحط لهم البيرو، ولكن كما قلت لكم ما كتبش ودرت كل ناموسيه في جهه. هنايا البنات كتشوفوا معايا ان الناموسيات درتهم مغلفين بالثوب اونتيطاج، خدمتهم عند نفس السيد اللي خدم ليا السيجور. كل وحده خدمها ليا ب 1500 درهم، 1500 درهم الوحده، وما فيهمش غونجمون. اللي فيهم الغونجمون البنات راه زايدين في الثمن، تقريبا قال لنا 3000 درهم الوحده. المهم بجوجات راه تقاموا عليا ب 3000 درهم. صراحه البنات لي غونجمون زوينين في الناموسيه، اللي عندها الامكانيات غير ديرهم. انا في الاول قلت راه عندي بلاكار في البيت ديال الدراري، يعني ما غاديش نضطر انني ندير لي غونجمون في كل وحده فيهم. ولكن صراحه ندمت في الاخر، حيت داك البلاكار غتشوفوا معايا من بعد البنات انني غنقسمو شي فيديو ان شاء الله. غنقسم البلاكار كل واحد في جهه، وغنزيد لي زيتاجير في الجهه الثانيه. قلت راه عندي بلاكار غنبدا نخزن ليهم هذا المنطاد ديالهم، لي كوفيرليات ديالهم باش كيبدلوا. داكشي علاش قلت لكم ان لي رونجمون راه ضروريين، واخا يكونوا عندكم لي بلاكار في كل غرفه. هذا الناموسيه ديال البنات كما غتشوفوا معايا راه دايره فيها غونجمون، ولكن هادو كما قلت لكم درتهم بلا غونجمون. واللي عندها كما قلت لكم الامكانيات من الاحسن انها دير في كل ناموسيه غونجمون ديالها. صافي البنات، هنايا هاد البونجات هادو خديتهم في اسواق السلام. صراحه صدقوا الزيرو، ماركه ساليدور. خديت كل وحده ب 800 درهم. فيهم لا غارونتي ديال عام، زعما الا وقع فيهم شي حاجه راه تقدري تبدليها. مهم ما عجبونيش الصراحه. هادشي اللي كاين البنات، تقريبا كل وحده راه تقامت عليا ب 46 الف ريال، 2300 درهم. وهذا هو الشكل ديال الغرفه من بعد ما حطينا كل ناموسيه في جهه. كتشوفوا انه البلاصه ديال البيرو ما بقاتش، كما قلت لكم الغرفه راه صغيره شويه. فكرت انني ندير لهم بيروات صغار في البالكون. المهم ان شاء الله غتشوفوا معايا من بعد البالكون كيفاش غننظمو، كيفاش غنفرشو، كيفاش غنتولو حتى هو. هاد البلاكار البنات غتشوفوه معايا من بعد ان شاء الله في شي فيديو ولا في شي روتين هكا كيفاش غننظمو. كما غتشوفوا معايا هاد الجهه هادي راه خصصتها المنطات، كنوضع فيها المنطات، ولكن من بعد غنقسمها لطاجيرات، وكل واحد من الدراري هكا غتكون عنده جهته اللي يحط فيها كتوباتو حوايجو. وكنظن ان بهذه الطريقه غيجي منظم، وكل واحد غيتكلف بالجهه ديالو يرتبها وقت ما ترونات. وهنايا البنات راه الغد ليه عاد بديت كنكمل معكم الفيديو. هاد لي كوفر البنات خديتهم في اسواق السلام ب 180 درهم الواحد. هاد الكاش ديال الناموسيه ولا دغابلا خديته ب 100 درهم، العبر ديالو 90 على متر 90. هاد المخيده خديتها
كداو 70 درهم، 70 درهم تقريبا. والاخرى خديتها ب80 درهم. هاد لي دغاوس البنات زوينين البنات، عجبوني بزاف. رطبين، الثوب ديالهم رطب وخفاف، وكيغطيو الناموسيه كامله كما غتشوفوا معايا، بعكس هادوك اللي ديجا خديت من السوق. الثوب ديالهم حرش، وحاجه اخرى انه ما كيغطيوش الناموسيه كامله. العرض ديالهم ولا داك لاهوتور ديالهم راه ماشي 30 سنتيم. هادو البنات كيغطيو الناموسيه كامله كما كتشوفوا معايا. وفي نفس الوقت لا كاليتي ديالهم زوينه. ننصحكم بهم البنات. الثمن ديالهم 100 درهم، 99 درهم. واللي كبار راه كيتزادوا في الثمن، تقريبا 120 130 درهم على حسب العبار ديال الناموسيه ديالكم. هنايا البنات غنخليكم شويه مع الموسيقى وغنرجع لكم من بعد. هانتوما البنات كما كتشوفوا، كما شفتوا معايا لمطت الناموسيه، حطيت المخدات. هاد الكوفير البنات عجبني بزاف، خديت منه العبار الكبير. ماشي هذا دابا، هذاك الاولاني خديت منه العبار الكبير، وغنتشوفوا معايا ان شاء الله في الغرفه ديالي من غندير لكم جوله في الغرفه ديالي. هاد اللوينات هادو اللي كاين في هاد الكوفير اللي هذا الغوز، الصفار، الخضيضر. هاد البلاصه هذه ديال بنتي، والاولانيه ديال ولدي كما كتشوفوا معايا. الالوان جات متناسقه، كنظن. نخليو لي ارائكم نتوما في التعاليق. هاد السليله البنات ولا هاد السطل، المهم كما بغيتو تسميوه، خديته في اسواق السلام 99 درهم. حطيته لهم في البالكون وقت ما حيدوا حوايجهم اللي موسخين، يوضعوهم في ديك السليله وكتبقى البيت نقيه. تقدروا تستعملوه كذلك الالعاب. هانتوما البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الغرفه ديال الاطفال. صراحه باقي خصها ديكورات، خصها طاجيرات اللي غيتعلقوا في الحيط، ستائر، هادشي كامل خديته البنات. ولكن راه باقي ما تركب، باقي ما لقيناش شي وقيته هكا اننا نركبوه. قلت بلا ما نزيد نعطل عليكم هذا الفيديو ولا جوله في غرفه الاطفال. ان شاء الله في فيديو اخر غنتشارك معكم ولا غنتشوفوا معايا الطريقه باش غنستغل البالكون وكيفاش غنظم لهم الخزانه ديالهم. وان شاء الله غناخذ لهم شي زربيه، خاصهم باقي واحد الكرسي اللي غيكون حدا البلاكار اللي غيجلس فيه هو مرتاح حتى ياخذ داكشي اللي بغا من البلاكار كما غتشوفوا معايا. هاد البليصه هذه خاصهم واحد الكرسي. باقي خاصهم تريه، باقي خاصهم شحال من حاجه. ان شاء الله غتشوفوا معايا كلشي في شي فيديو ان شاء الله. هذا هو البالكون البنات كما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم راه طويل، غنستغلو ان شاء الله. غندير فيه الطبيله. المهم البنات ما غاديش نخرق لكم المراحل، نخليو هذا الشيء حتى لشي فيديو ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الغرفه. نتمنى تاخذوا منها افكار، نتمنى تخليو لي ارائكم، تخليو لي تعاليقكم. هاد الوريده البنات الصراحه غير حطيتها هنايا كما كتشوفوا، راه الفاز ديال الدجاج. هذه غتشوفوها معايا في الغرفه ديالي ان شاء الله. غندير لكم جوله في غرفه النوم ديالي. نتمنى ما تنسونيش من تعليقكم، لي لايك البنات والبارطاج، ودمتم في رعايه الله.